السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. مع حضراتكم محمد طاهر. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا. لما الأفكار الوسواسية بترجع أقوى من الأول، وإزاي تتعامل معاها من غير ما ترجع للتصرفات التطمينية اللي ممكن تخليك تعيش في الحلقة المفرغة دي طول حياتك. ممكن تكون انت في فترة من الفترات وانت برضو اتغلبتي على الوسواس قبل كده، وانت مثلا حسيت بتحسن، لكن فجأة الافكار رجعت اقوى. في اللحظات دي بنقوله ان اللي حصل دوت طبيعي جدا. عشان كده الهدف من الحلقة ديت نفهم مع بعض ليه بقى ده بيحصل، ونعلمكم بعض الخطوات العملية اللي تخليكم تتحكموا في افكاركم من غير معاناة. اول حاجة لازم نفهمها مع بعض ونحاول نفسرها، هو ليه الافكار الوسواسية بترجع اقوى. لما احنا بنقاوم فكرة وسواسية، دماغنا بيتعلم يشغل نفس نمط الخوف والتوتر، وبعد كده يعني بعد فترة هدوء معينة، اي عامل صغير او اي شيء بسيط ممكن يشتغل كزرار انه يشغل الهجمة من جديد. زي مثلا لو قبل كده كنت مثلا بتتأكد من حاجة 100 مرة في اليوم وليكن يعني، وبعد فترة انت توقفت عن الافعال القهرية ديت، الهجمة الجديدة هتحسسك انك لازم تتأكد اكتر. هي بتشتغل على كده، لكن ده مش معناه ضعف منك. ده معناه ان دماغك بيتعلم وبيختبر الحدود، يعني بيشوف انت وصلت لحد فين في تجاهل الوساوس او في التعامل مع الافكار السلبية اللي انت بتمر بيها. علشان كده تعالوا نوضح الفارق ما بين الهجمة الوسواسية الطبيعية والوسواس القهري المستمر، عشان في فارق ما بين الاتنين. فلما نيجي نتكلم ونفسر، الهجمة الطبيعية هي بتكون مؤقتة، يعني ممكن تمر بسرعة لو انت تجاهلتها خلاص. لكن الهجمة الشديدة بتولد قلق متصاعد، وبتطلب تصرفات تطمينية اللي هي بنقول عليها الأفعال القهرية، وده بيخليها أقوى لو احنا فضلنا نستجيب ليها مع الوقت. طيب تعالوا بقى نتعلم مع بعض خطوات عملية عشان نتجاوز الهجمة ديت بدون تصرفات تطمينية. يعني مثلا للأشخاص اللي هم لما بيتابعوا فيديوهاتي وبيلاحظوا في معظم الخطوات بقول لهم خلوا الفكرة تمر قدام منكم كأنها سحابة معدية من غير ما نتفاعل معاها. في بعض الأشخاص مش بيعرف يتجاهل أو يستخدم التقنية ديت. فتعالوا نعرف ازاي احنا بقى نسيب الفكرة تمر من قدام عينينا أو نتجاهل الفكرة بشكل عملي وعلمي. أول حاجة عندنا حاجة اسمها رصد الفكرة بدون مقاومة. يعني ايه؟ يعني بدل ما تحاول تمنع الفكرة أو تجادلها، أهو بدل ما تحاول تمنع الفكرة خالص انها تحضر في عقلك لانك مش هتعرف تمنعها، او تجادلها لان الجدال هيخلي الافكار ديت تسترسل معاك اكتر. في اللحظة ديت مفترض ان احنا نعمل ايه؟ بدل ما نحاول نمنع الفكرة او نجادلها، هنلاحظها كأننا بنراقب موقف معين، وكأننا بنقول اللي احنا شايفينه. فهنسأل نفسنا، يا ترى الفكرة ديت جاتني منين؟ ايه السبب اللي خلى الفكرة دي تيجي في عقلي؟ لو قدرنا نوصل للسبب، واكيد هنوصل له لو هدينا كده مع نفسنا وفكرنا بشكل كويس، اول حاجة هنطلع الفكرة ديت ايه سببها، عشان بعد كده نمنع السبب اللي بيطلع الفكرة في عقلي. خلاص، دي رقم واحد. طيب رقم اتنين، ايه هو الشعور دلوقتي؟ هل انا حاسس بخوف ولا حاسس بتوتر ولا حاسس بايه جوه مني؟ علشان كده بنقوله الخطوة رقم واحد رصد الفكرة بدون مقاومة. طيب ايه الفايدة من اللي احنا بنعمله دوت؟ ده بيقلل من التوتر وبيخلي دماغك ما يربطش الفكرة بالخوف. تاني خطوة معانا علشان نقدر نمرر الافكار دي من قدام عينينا كده ونراقبها بدل ما نتفاعل معاها، هنستخدم فنية اسمها السهم الهابط ديت علشان نخفف التأثير العاطفي. يعني هنرسم في عقلنا سهم بيبدأ من 100% توتر، ونقوله ان السهم ده بيبدأ ينزل تدريجيا مع كل خطوة مواجهة واقعية.
يعني كل ما بنواجه الأفكار بتاعتنا ومش بنخاف منها ومش بنحكم عليها ومش بنتفاعل معاها، هنلاقي إن سهم التوتر بدأ يقل تدريجيا. بدل ما كان 100% هينزل مثلا 99، 98، 95 وهكذا، كل ما بنواجه الفكرة من غير ما نتفاعل معاها. علشان كده كل مرة هتهدى فيها شوية هنشوف النسبة بتقل قد ايه وهكذا. تالت خطوة نعملها عشان نقدر نتجاهل بيها الأفكار، نستخدم التساؤل السقراطي مع نفسنا. بمعنى هنقول لنفسنا يا ترى هل الفكرة دي حقيقية ولا هي مجرد فكرة؟ هل في دليل واقعي يثبت ان الفكرة اللي في عقل ديت هتحصل؟ طيب مش ممكن اكون انا ببالغ؟ هتسأل نفسك كده وهتسألي نفسك كده. الهدف هنا من الاسئلة دي ايه؟ ان احنا بنفكك التضخيم العقلي وبنوجه دماغنا للتفكير الواقعي. تعالوا ننتقل لرابع خطوة، وهي بقى ايه؟ المواجهة العلمية للفكرة. يعني بمعنى اوضح هنطبق التجربة بدل الحكم النظري، وهنعرف دلوقتي ده بيحصل ازاي. فمثلا لو فكرت انك لو لمست حاجة هتصيبك مشكلة، او لو رحت المكان الفلاني هتحصل لي حاجة، في اللحظة دي هنجرب ان احنا نتجنب التطمين ونشوف النتيجة الواقعية. يعني هروح للمكان ده وهحاول احتك بيه ولو دقيقة واحدة واشوف هل هتحصل لي حاجة ولا لأ. ده احنا كده بنطبق التجربة بدل الحكم النظري، بدل ما افضل قاعد مع نفسي ومجرد افكار بتسترسل عندي وانا ما شفتش ان اللي انا بيدور في عقلي حاليا هيحصل على ارض الواقع ولا لأ. لان ممكن يحصل عكس اللي انا متخيله برضو صحيح. يبقى عشان كده بنقوله ايه؟ نطبق التجربة بدل الحكم النظري. فايدته ان دماغك هيتعلم ان الخوف مش دايما حقيقي، لانك لما هتروحي على ارض الواقع هتبص تلاقي النتائج كانت مختلفة عن الفكرة اللي كانت رسملنا خيال مختلف عن الواقع اللي هو بره. الخطوة رقم 5 وهي ايجاد افكار بديلة. والخطوة دي مهمة ومريحة لو قدرنا نتبعها بشكل صحيح. يعني بدل التفكير في الخطر، لان العقل الوسواسي مصمم انه يفكر في الخطر ويضخم المشاكل ويتوقع الأسوأ، فهو بدل التفكير في الخطر هنعمل ايه؟ هنركز على حلول عملية او مواقف واقعية تثبت ان الامور تحت السيطرة. يعني مثلا لو واحد بيقول لنفسه ان انا مش هخف وهفضل كده طول عمري، الفكرة البديلة ممكن تكون ايه اللي انا بقى لازم افكر فيها؟ اقول انا قبل كده مريت بازمات وعديت منها، ودي كمان ازمة وهتعدي، ونقول برضو ان العلاج موجود وانا ماشي فيه. يبقى انت كده بدل ما بتركز على الشيء السلبي بتركز على شيء ايجابي، فكرة تانية نجيب لها حلول بديلة. هتقول لنفسك لو الفكرة فضلت كده في دماغي يبقى معناها انها حقيقية، دي الفكرة الوسواسية. طب ايه هي بقى الفكرة البديلة؟ هنقوله ان الدماغ ساعات بيكرر اي فكرة زي الاعلان اللي بيتذاع كتير، بس ده مش معناها انها حقيقية، دي مجرد فكرة في عقلي. يبقى انا في اللحظات دي بجيب الفكرة، ما عنديش مشكلة لما اخاف من الفكرة، لكن لازم في نفس اللحظة اجيب لها ايه؟ فكرة بديلة. يبقى انت في كل مرة بتجيلك فكرة وسواسية مش شرط اصدقها هي، بل بالعكس لازم نجيب لها فكرة بديلة. الهدف بقى من الفكرة البديلة وهو اعادة ضبط دماغك على نمط صحي بديل. يبقى الخطوات اللي فاتت دي كلها لازم نطبقها وقت هجوم الفكرة عشان نقدر نخليها تمر من قدام مننا زي السحابة وما نتفاعلش معاها. تعالوا بقى ناخد تدريب جسدي وعصبي عشان نقلل بيه التوتر. هنعمل مثلا تمارين التنفس العميق، والتمارين دي نتائجها جميلة لأنها بتعمل على تهدئة الجهاز العصبي. هناخد شهيق 4 ثواني، هنحبسه جوه الرئة ثانيتين، ونبدأ نطلعه في 6 عدات. نكرر التمرين 3 مرات أو 5 مرات. نعمله كم مرة في اليوم؟ برضو نعمله 3 مرات أو 5 مرات، يعني كل مرة 3 عدات أو 5 عدات مفيش مشكلة، ونعمله من 3 إلى 5 مرات في اليوم. هنعمل بعد كده حاجة اسمها الاسترخاء التدريجي للعضلات، يعني شد وإرخاء لكل مجموعة عضلية، كأنك كده بتفرد جسمك وبتسيبه يرتخي. الهدف ان احنا بنعمل تهدئة الجهاز العصبي وبنقلل استجابة التوتر والقلق الفوري اللي بيحصل عندنا.
بعد كده عاوزين نعمل تدريب على التجاهل التدريجي. يعني مثلا ممكن تبدأ بفكرة بسيطة، مش لازم تبدأ لي بأقوى الأفكار عندك. عاوزك تتجاهل الفكرة دي لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده تزود المدة تدريجيا. اللي هيحصل هنا ان دماغك هيتعلم ان الفكرة مش خطيرة مهما حاولت انها تفرض رأيها عليك. ده هو اللي احنا هنعمله، على اساس ان احنا بنعلمك بقى تعمل التدريب على التجاهل التدريجي للافكار اللي انت بتمر بيها او الافكار اللي هي بتهاجمك. تعالوا بقى نتعامل مع الانتكاسات ديت من غير احباط. يعني مهم تعرف ان العودة للفكرة الوسواسية طبيعي جدا، ان الانسان يمر بافكار وسواسية وبعد كده تروح منه ممكن ترجع له تاني، ده طبيعي. حتى في فترات العلاج بتلاقي ان انت بتشفى وبعد كده تقل تاني، تحصل لك بعض الانتكاسات وبعد كده تتحسن وهكذا رايح جاي. تمام. فده لازم نكونوا فاهمينه ان هو ان عودة الافكار الوسواسية يعني ده طبيعي ومش علامة على فشل العلاج، بل بالعكس هو العلاج بيمشي بالطريقة ديت، مرة فوق ومرة تحت وهكذا الدنيا ماشية. برضو علشان نتعامل مع الانتكاسات ديت من غير احباط، استخدم الانتكاسة كفرصة عشان تفهم بيها نمط تفكيرك، ودي كفرصة نفهم بيها الطريقة اللي انتي بتفكري بيها. وعاوزين نركز على التقدم العام مش على اللحظة الصعبة. يعني ما تجيلكش لحظة صعبة في العلاج وتجيلك لحظة صعبة في العلاج حصلت لك انتكاسة فيها او رجعت لورا خطوتين ونبدأ نركز عليها. امال نعمل ايه؟ نركز على التقدم العام ككل. يعني انا النهاردة انتكست لكن بكرة اتحسنت، خلاص يبقى يوم ويوم، يومين ويوم وهكذا. لكن ما افضلش بقى اسيب التقدم اللي انا وصلت له واركز على الانتكاسات بس. وخدوا بعض النصايح الاضافية للكلام اللي فات دوت. استمروا في الممارسة اليومية للخطوات ديت. عاوزين نعمل سجل للتقدم بتاعنا نكتب فيه كل خطوة مرينا بيها ونكتب النجاحات بتاعتنا. عاوزين نستعين بالدعم النفسي لو احنا احتاجنا دوت، مش عيب نحتاج الدعم من حد من حوالين مننا او نسأله اي شيء، بحيث ان احنا نقدر نخفف على نفسنا الام الافكار ديت. في النهاية عاوز أقول إن الوسواس مش بيختفي في يوم وليلة، لكنه ممكن يتراجع بشكل كبير لو اتبعنا خطوات علمية ومستمرة. أهم حاجة الصبر والممارسة. نحاول كل يوم نطبق خطوة من اللي اتعلمناها ديت، وهنشوف إن شاء الله الفرق بنفسنا يوم بعد يوم. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أتمنى يا رب الشفاء للجميع. أترككم في رعاية الله. كان معكم محمد طاهر. السلام عليكم.